كلمة لمجالس الزمالك الحالية والقادمة: لا عهد أبدا مع الخونة. الخونة اللي هم مجالس الأهلي. لبيب عمل عهد مع الخطيب، وقال لبيب انه مش هيبقى زي مرتضى ومش هيخطف لعيبه من الاهلي، والخطيب فرح والريد كاربت اشتغل ودخل لاهلي الزمالك. فانت دخلت الخونه بيتك، فالخونه لما دخلوا بيتك اخدوا حريمك، اخدوا زيزو. فدرس يتعلمه مجلس الزمالك الحالي والقادم وطول العمر: لا عهد مع الخونة اللي هم الأهلي في دمه الخيانة، وفي دمه الكذب والتضليل والتعريض، في دمه مصلحة الأهلي فوق المبادئ والدين والأخلاق والشرف والكرامة. الزمالك عكس كده تماما، كل المبادئ فوق مصلحة الزمالك. المهم إن المجالس تتعلم الغلطة دي وما تعملهاش تاني. زيزو خاين لأن زيزو اختار الأهلي. في الاخر لو كان راح اي نادي تاني كنا هنفضل ندافع عنه ونحمل مسؤولية كاملة للمجلس، لكن حاليا بنحمل المجلس مسؤولية الفشل في التجديد له او التعاقد واخذ فلوس من اي نادي. وبالتالي الزمالك اهدر ملايين واهدر بطولات بسبب موضوع زيزو. يبقى المجلس يتحاسب على كده، زائد ان زيزو في الاخر اختار الاهلي، ودي خيانة كبيرة. لو كان راح اي نادي تاني زي طارق حامد ولا زي مصطفى محمد ولا اوباما ولا مصطفى فتحي كنا نفضل نحبهم، لكن راح الاهلي فنفضل نستحقره طول العمر.